لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الناس اللي كانوا عندي في هذاك الفيديو اللي صورت ذاك الفيديو كانوا مستغربين. كنت كنهضر معاهم، كانوا عايشين في الانجليز من نيجيريا وعايشين في انجلاند، وفاش يلاه بديت الحوار معاهم استغربوا، قالوا لي وير ار يو فروم، انت منين؟ قلت لهم انا مغربي. قالت لي your accent is better than ours. الاكسنت ديالي كانت احسن من ديالهم رغم انهم عايشين في الانجليز وماشي المره الاولى. بالنسبه للاسم ديالي الكريم مصطفى ايت بن احمد، انا من منطقه توامه من نواحي الحوز. انا حاليا من منطقه بدويه، من بلاصه جبليه، وقريت وكبرت في نفس المنطقه، المستوى الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي. من بعد بحكم انا الوحيد عند والديا في الدراري، ومن بعد يعني كان لازم ان الانسان يشوف يبدل المشوار. انا بعد كاع ما شديت البكالوريا ديالي راه خاصني ندخل لسوق الشغل باش انك تحصل الوضعيه وانك تفضل تمشي دير شي حاجه اللي تعاون بها راسك وتعاون بها والديك. وكنحاول انني في الميدان ديالي دخلت، يعني حنا قرينا غير الفرنسيه والانجليزيه. الانجليزيه كنت فيها الحمد لله بخير كاع. فاش كنت كنقرا راه في البكالوريا ديالي كانت عندي فيها شي 14 اللي باش شديت الباك في الانجليزيه. انا بالنسبه للانجليزيه كانت عزيزه عليا. فاش كنت كنقرا يعني كنت عزيز عليا انني نقرا فين ما لقيت شي حاجه، شي كومونتير، شي حاجه، شي بلاكه، اي كيف ما بغيت تكون نقرا. يعني عندي واحد لا تنتلذذ باللغه الانجليزيه، وعزيز عليا انني نسمع الناس اللي كيهضروا بها. وكنحاول ما امكن الى تنتفرج في فيلم معين، تنحاول ما امكن ما نقراش الترجمه اللي لتحت باش نسمع الكلمه اش كيتقال، نحاول انني نفهم من راسي في الموفيز. يعني كيعطيك داكشي واحد الوعي وتزيد تنمي الفوكابيلير ديالك. السر في تعلم اللغات انه يكون عندك واحد الحب لاي لغه بغيتي، يكون عندك واحد الحب لاي لغه بغيتي تتعلمها ولا بغيتي تمارسها، تكون عزيزه عليك. يكون انك مثلا عزيز عليك انك تسمعها، عزيز عليك انك تقراها، عزيز عليك شي واحد تيهضر بها تتصنت ليه، يعني يكون عندك واحد العشق ليها. وبالنسبه انا اشرح تنهضر بالعربيه وتنهضر باللهجه الخليجيه مع الناس ديال الخليج، وتنهضر بالفرنسيه، جو بارل فرونسي اوسي، اي اي سبيك انجلش اند يو اسبانيول تامبيان. هادو تقريبا نقولوا 5 ديال اللغات اللي نقدروا نقولوا راه تنتكلموهم. وما نقدرش نوصف لك لانه بزاف ديال الناس تيجيو تيقول لك تنشكروك خويا حيتاش عطيتي واحد الاشعاع، عطيتي واحد الفخر لبلادنا كامله. بزاف ديال الناس تيجيو خويا ما عندي ما نقول، الله يبارك فيك، قريتي كيفاش تعلمتي، الله يسهل عليك. وما نساوش الناس اللي كانوا عندي في هذاك الفيديو اللي صورت ذاك الفيديو كانوا مستغربين. كنت كنهضر معاهم، كانوا عايشين في الانجليز من نيجيريا وعايشين في انجلاند، وفاش يلاه بديت الحوار معاهم استغربوا، قالوا لي وير ار يو فروم، انت منين؟ قلت لهم انا مغربي. قالت لي your accent is better than ours. الاكسنت ديالي كانت احسن من ديالهم رغم انهم عايشين في الانجليز وماشي المره الاولى. توقع لي مع لي كليون تيقول لك او وتنحاول نمارس مثلا الا كانوا عندي ناس من اليو اس، كنحاول نهضر معاهم بزاف، كنسى المجال ديالي، تنحاول نخلق معاهم حوارات. هاد الحوارات تستافد منهم، تثق في راسك، تنمي راسك، او ميم طون تيكون عندك واحد الفوكابيلير. حيتاش ما يمكنش تعلم واحد الحاجه الا ما كنتيش تستعملها. يكون عندك a lot of words in your mind but if you don't use them، الا ما كتستعملوهمش be sure that you won't save them in your mind، غيمشيو ليك ولا كاع تقدر تعرفهم ما غتعرفش كيفاش. ونصيحه للناس اللي باغيين يتعلموا، باش تعلم اي لغه كيف ما بغات تكون، الكلمه عارفها كيفاش تكتب وكيفاش تنطق وكيفاش تقرا. هادو اللهم تعرف غير واحد شويه وتعرفوا مزيان، خير من انك يكون عندك واحد الفوكابيلير عامر وما مستافد منه والو، وتقدر تبغي تستافد شي ميساج لشي واحد ولا شي حاجه تلقى مشكل. الحمد لله الحمد لله. الاساس في اللغه الانجليزيه الجرامر والتنسس، غير تحفظ الكونجيغيزون ديالها، استعمالات الزمن ديالها، داكشي الاخر راه غيجيك عادي. البرونونسيشن is not hard. try just to speak, try to express what you have in your soul. حاول الانسان انه كيعرف شي واحد من لا فامي ديالو ولا شي واحد في العائله ولا يصاحبه، شي انسان تيعرف شي واحد، يحاول يخلق معاه حوار، يهضر هو وياه، ينسى الهضره ديالنا حنا، اللغات ديالنا حنا راه كبرنا رضعناهم حنا هذوك. ولكن بالنسبه للانجليزيه واي لغه كيف ما بغات تكون، يحاول الانسان يخلق بها حوار. من طبيعه الحال تيقولوا more do you speak more you benefit. ما حدك تتهضر ما حد الناس تيثيقوا فيك اكثر، ما حدك تشهر المنتوج ديالك. حيتاش حنا ماشي تنهضروا، راه انك غير تهضر راه سي نورمال، تهضر مع اي واحد تخلق معاه حوار، ولكن باش انك تقنع واحد يشري من عندك راه ماشي سهله. وتشرح كاع المجال ديالك، راه المجال ديال spices the most hardest career in tourism in general، حيت you need to explain what you have، تشرح للناس داكشي اللي عندك وما تكذبش، تكون مع هذه شحال دايره، لاش كتستعمل، وما نقولش باللي راه اي حاجه في هذا المجال تنعرفها. تيجيو عندي ناس تيقول لي تعطيني، تقول لي
ما عرفتش الحاجه اللي ما عرفتش راه باش ما نجيش نقول نبقاو هذيك علاقات مفتوحه مع اجانب. عندنا علاقات في العالم كله، حيتاش حنا تنديروا ويميو. عندي ناس في انجلند، عندي ناس اصلهم باكستان، الاغلبيه عندهم، عندي ناس من باكستان، عندي ناس في فرنسا فرنسيين، عندي ناس في اسبانيا، موتشو اخنتين اسبانيا، تنتواصلوا معاهم، لانه باش ان فوا تيتقدى عندك واحد الانسان تيلقاك طيب تيقول بلاتي نقدر نحتاج هذا الانسان في حاجه اخرى، حيتاش باش يجي حتى لهنا ويخلص يعني بزاف ديال الامور غتصيفط ليه داكشي اللي خاصو حتى البلاد ديالو. لا هذه ما تنحلمش بها، لانني اصلا خاطب يعني من منطقه تارودانت، وان شاء الله في القريب العاجل راه مقبل على الزواج ان شاء الله، نسال الله التوفيق. اما بالنسبه انني نتزوج باجنبيه ما كانش الحلم ديالي، وجاوني فرص وما حيتاش هنا كنفضل انني نكون قريب الوالدين، لانه كون كانوا مثلا عندي اخوه ولا مثلا نقدر نمشي، حيتاش غتخلي واحد اللي كالي سهره واحد اللي كالي عليك، ولكن فاش انك تكون بوحدك وتمشي بعيد، حيتاش هما الوالدين ما بغاوش غير الفلوس، راه كاينين دي تريك اللي هما ابار، خصوصا الوالدين راه ما والله يسر على كل واحد. كلمه تنشكر الاخوان ديالنا على الدعم ديالهم والتعليقات ديالهم اللي كانت طيبه، وكانت في قمه الافتخار بينا حنا، وكنوعد الناس بانه غنحاولوا ننميو المستوى ديالنا، ونحاولوا نديروا قنوات في كاع لي سوشيال ميديا. السميه ديالي في فيسبوك راه مصطفى بن احمد، لاباج ديالي الرسميه، وفي اليوتيوب حتى هو. بالنسبه لتيك توك راه داير فيها معشبات الصحراء ولا سميه ديال